لكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك. سورة غافر آيات يتجي بعد مقتضى هذا نأخذ من المحل الشاهد يعني، وإلا هي ما تنترك يعني. الآيات الكريمة حقيقية وحدها بحث وحدها درس، ما تحتاج أن نضيف أي معلومة غيرها. موعظة كانت. يا قوم لكم الملك اليوم، يلعن الشيطان على تعبيرنا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. هذا مبتلين حتى بالحوزة العلمية، بالحوزة العلمية ما أريكم إلا ما أرى. يا الرجل الفلاني، المراجع كلهم أجمعوا على أن هذا القانون لازم يمشي وفيه مصلحة للمذهب، والعلماء كلها أيدت والأساتذة كلها أيدت، إلا شخص واحد ما أريكم إلا ما أرى. شو الاستخفاف هذا بهالعلماء؟ شو الاستخفاف بالمراجع هذا؟ شو الاستخفاف بالمذهب بجعفر الصادق؟ ما أدري بمن يستخف هذا الرجل. هذه العقلية الفرعونية هذه موجودة. يأخذ موعظة، يقرؤون القرآن لكن ما يفهمون. يا قوم لكم اليوم الملك. أكو عندك نعم، وعندك سلطة وعندك مال وعندك إعلام، ممكن عندك أتباع وعندك مريدين، نعم، لكن هذا شنو قيمته؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. خلاص. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو يحكم، هو سبيل الرشاد، هو يقرر وفق ما هو يريد، ما عليه بالله. إذن هذا هو الأمر الأول.